السلام عليكم. أنا عبد الهادي الصديق، المقيم في الديار الإيطالية وحاليا مقيم في الديار الفرنسية، والمتزوج ساكنة في ميرلفت اللي عندي معها 2 أطفال. المشكل هو عيطوا لي أصدقاء ديالي قالوا لي بأن مراتك تدخلك ماشي مع واحد ماشي مع 2. من تما فاش سمعت ديك الأخبار عيطت لخويا قلت له باش يقوم بالمراقبة ديالها ويدير شكاية بها أولا، وفعلا دار بها الشكاية أولا دارها نهار 21 وها هي أمامكم. بعد من الشكاية حاولنا نضبطوها متلبسة، داك الشيء اللي ماشي سهل باش تشدها متلبسة، لأن بعدة مرات وهي تتهرب في السيارات حتى النهار 27 اللي تم القبض عليها في شقة في طربشت اللي هي مهيئة للدعارة والفساد. هذا القبض ما كان سهل لأن اتجهنا للبوليس باش يمشوا معنا وما بغاوش يمشوا معنا، واتجهنا لدائرة أخرى في بلاصة أخرى باش تمشي معنا وما مشاش معنا. واتصل خويا بالوكيل الملك، عاد اتصل بالبوليس، عاد مشاو معنا للبلاصة فاش كاينة، عاد تم القبض عليها في حالات تلبس. لحسن الحظ ضبطنا باقي المتلبسة، لأن فاش دخلوا البوليس لقاو عازل طبي في حادث الاستعمال وها هو المحضر أمامكم كاين فيه، ومتلبسة وفي حالة دعارة وكلشي المغاربة عارفين. تم القبض عليهم 2 ووضعهم في السجن. من تما جيت انا للمغرب واتجهت ديريكت للمحكمة الابتدائية، وفعلا استنطقوهم قدامي وقالوا لي اش بغيت دير في هاد الناس. قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، طبقوا لي عليهم القانون. من تما وكنت محامي ومشيت رجعت للخدمه ديالي. دازت السيمانه فاش في الجلسه عطوها براءه، وانا ما درتش لا تنازل لا والو. كيفاش هذه عقل هاد السيده هذه عطوها البراءه بعازل طبي حديث الاستعمال، فها هو المحضر في كلشي باين هادشي، وبالشكايه اللي درنا من قبل وهذا الشيء كامل وعطاوها البراءه، وبالشهود اللي بغيت نعرف انا علاش الشهود ما دوزوهمش في المحكمه الابتدائيه. عندي 2 شهود وما دوزوهمش، ومول الدار ما استدعوش. علاش ما استدعوش مول الدار؟ من تما مشيت عند القاضي اللي حكم عليها بالبراءه وقلت ليه كيفاش عطيتي لهاد السيده براءه؟ قال لي البوليس ما قاموش بالخدمه ديالهم كما يجب، والبوليس قاموا بالخدمه ديالهم كما يجب. كلشي هو هذاك هذا المحضر ديالها، كلشي بعازل طبي حديث الاستعمال. اش بهذا القاضي هذا بعازل طبي حديث الاستعمال وبجوجهم في الدار وهي في الطواليت مخبيه هذا الشيء راه باين. ومن تما اتجهت لعند فاش القاضي قال لي بان البوليس ما قاموش بالخدمه ديالهم كما يجب، مشيت اتجهت للبوليس لعند الديفيزيونير، دخلت لعندهم وعاودت لهم المشكل ديالي وقالوا لي بان القاضي اللي ما دارش خدمته. وليت تنشوف راسي بانني القضاء تيقول لي البوليس والبوليس تيقول لي القضاء. من تما درت اتجهت لعند الوزاره ديال العدل اللي هي الشكايه ديالهم عندي، هي الوزاره ديال العدل والحريات في الرباط. درت الشكايه بهاد الناس هادو بانهم تيقولوا لي البوليس تيقولوا لي القاضي والقاضي تيقول لي البوليس. ودرت شكايه اخرى للمؤسسه ديال المهاجرين اللي ها هي الشكايه ديالهم ها هي. ودرت الشكايه اخرى السيد الوزير المكلف بالمغاربه المقيمين بالخارج ها هي حتى هي. راه باقي متبعين هاد الناس هادو، باقي متبعين الملف ديالي. اتجهت لمحكمه الاستئناف وحكمت على هاد السيده هادي ب6 شهور والغرامه ديال 2 مليون نافذه. حكم الاستئناف نافذ، ولكن ما منفذش على هاد السيده هادي. ولكن 6 شهور اللي عطاوها اشنو هي 6 شهور؟ اشنو هي 6 شهور بالطبليت اللي وبغيت نعرف واحد القضيه انايا. نهار الجلسه القاضي عطيتو الطبليت، عطيتو لكن قلت ليه هاك المسائل ديالها الشخصيه اللي عندي مع الناس اخرين، مع شحال من واحد، شحال عده اشخاص وياه بالتصاور ديالها اللي ما لابسه فيهم والو، وبزاف ديال العجب المتعجب. ما بغيتش نذكروا للمشاهدين حيت داكشي ما خليه الله سبحانه وتعالى. بغيت نبين للراي العام بان اي رجل في العالم ما غاديش يقبل داكشي اللي لقيت في الطابليت ديالها. لقيت فيهم فيديوهات مع عده اشخاص عاريه ما لابسه والو، ولقيت التصاور ديالها اللي تتبين فيهم اعضاء ديالها اللي تتصيفطهم لعده اشخاص، والميساجات اللي كانت تربطهم علاقه بعضياتهم. وهذه الادله كامله عطيتها للقضاء وفي الاخر ما نفذوش عليها الحكم. فاش هاد السيده هادي عطيتوها البراءه وانا ما تنازلش ليها. قلتو في الاول هذيك الزوجه ديال هذاك السيد تنازلات لي، وانا عندي نيت حقي في هذاك السيد، لان انا دمر لي البيت الزوجيه ديالي. واش يعقل
تبرؤهم المحكمه وما استدعاوش الشهود وما خداوش بالادله الثابته على الخيانه والفساد. هاد السيده كتحداني وكتحدى القضاء بالمكالمات ديالها اللي مسجله عندي في البورطابل ديالي، اللي تتقول بان ما عنديش الفلوس ديال البوليس، ما عنديش الفلوس ديال القاضي. اش تعني بهذا الكلام ديالها؟ تعني بان الرشوه. وبخوها زيد كذلك، خوها اللي تيقول لي انا واخا عطيه لي اختي 200 مليون وما دخلش الحبس. واش القضاء ولا بالفلوس؟ واش الكرامه ديال المواطنين ولات للبيع واش ارضي اي واحد من المواطنين يوقع لي كيما وقع ليا ويولي ضحيه بهذا الشكل؟ توجد المحكمه الاستئناف، بعد ذلك حكمت عليها ب6 شهور نافذه مع الغرامه ديال 2 المليون، وتيقول لي خصك تنفذ عليها. واش انا غندير الخدمه ديال البوليس في 9 الدرجه؟ واش هاد السيده فوق القانون؟ واش انا ما عنديش حقي في هذه البلاد؟ واش انا كامل هاد الشكايات انا شاطلي في هاد الشيء كامل؟ شاطلي فيه هاد الاوراق هادو، شاطلي فيه كلهم على برا. لا تلاقوا معاه، لا داك مول الدار تلاقوا معاه، لا هي باش هادشي. العراقيل الاداريه تتبعني في جميع المراحل القضائيه، من الابتدائيه والمشاكل ديالها، من عدم استدعاء الشهود والاخذ بالادله الملموسه الى الاستئناف وعدم التنفيذ. دابا هاد السيده توجهات لمحكمه النقد، وانا من خلال هذا الفيديو تنوجه للمسؤولين باش المجلس الاعلى والعداله تاخذ مجراها. حنا كنعتقدوا الخير في هذا البلاد، ووطنيه ديالنا صادقه، وراه من العيب انه يصدر حكم باسم جلاله الملك وهو حكم ظالم. انا وضعيتي ديالي كمهاجر مغربي ما كتسمحش ليا باش نبقى في هذه البلاد، لان عندي مصاريف على داخل الوطن وخارج الوطن. الشيء اللي تتجاهل المحكمه وهاد المسؤولين اللي كيعرقلوني هو انني استحيي في الخارج، انني تنتغيب بهذه الطريقه هذه في هذه القضيه المحسومه اصلا فقط لان هاد الناس ما قاموش بدورهم كما يجب. وانا ان شاء الله غادي نسجل فيديوهات اخرين باش نوصل لخوتي المغاربه في ما كانوا، لا داخل الوطن لا خارج الوطن، باش يعرفوا هذا الشيء اللي وقع ما خصوش يوقع نهائيا. وتنقولها ما بيدوش يوقع نهائيا للمغاربه، لخوتي المغاربه. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله في الظالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.